تحية طيبة مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هنا الموطن الحصري للمسابقات الإفريقية وأمجد البطولات وأعرق البطولات على الصعيد القاري، دوري أبطال إفريقيا تشامبيونز ليج لموسم 2025-2026. وهنا استاد القاهرة الذي يحتضن نهائي قبل الأوان، هو نهائي مبكر فعلا، ومواجهة بين العملاقين الفريقين الكبيرين. نادي الأهلي المصري زعيم القارة 12 لقب في تشامبيونز، هو صاحب الرقم القياسي في مواجهة واحد من الأربعة الأوائل الأكثر تتويجا بلقب هذه المسابقة. نعم، نادي الترجي الرياضي التونسي هنا في 4 ألقاب على مسيرة وسنوات التواجد في المسابقات القارية. الترجي الرياضي التونسي الذي يحل ضيفا ثقيلا هنا في استاد القاهرة، وأول منتشي بالانتصار والمتقدم بهدف لاعب توغاي في لحظات نعم الحاسمة في الربع ساعة الأخيرة من مباراة الذهاب التي جرت قبل أسبوع من الآن. هنا مباراة العودة، ولكن نفس رباعي الدفاع. محمد هاني في الجهة اليمنى، يوسف بالعمري اللاعب المغربي على الجهة اليسرى، بينما ياسر إبراهيم هذه رياض ثنائية التي طبعا تعودنا مشاهدتها في تشصرت على الجهة اليسرى. يوسف بالعمري يرسل طويلة في اتجاه أشرف بن شرقي، التمريرة ممتازة، الدخول هنا العرضية، ولكن التغطية بعد ذلك تأتي بشكل ممتاز. موريتاني والذي سيتم استدعاء وحضوره في مباراة موريتانيا الأرجنتين، بينما الكرة وصلت بهذه الطريقة نعم أهلاوية. العرضية مرت أمام الجميع في لقطة صعبة، رفت إلى أليو ديانغ، الكرة وصلت إلى محمد هاني، يعكس هذه الكرة، تحضير بشكل ممتاز بالكعب من أشرف بن شرقي، ولكن التغطية نعم هنا بلمسة بتحضير وبانطلاقة من جاك ديارا، يتحصل بعد ذلك على رمية جانبية بعد تدخل اللاعب محمد هاني أمامنا على الصورة. كيتا في مواجهة تريزيجيه، تغيير اتجاه اللعب تماما. الجهة اليمنى زيزو يعطي تمريرة ممتازة داخل منطقة الجزاء مع صعود أليو ديانغ، وصلت إلى هاني يرفع الكرة بالعرض الرأسية، بعد ذلك وصلت إلى ضربة مرمى. أول رأسية نعم، أول فرصة هنا تأتي للنادي الأهلي. الصورة على أشرف بن شرقي بالمناسبة اللاعب الوحيد الذي شارك تقريبا في جميع مباريات الأهلي هذا الموسم. مسار وأداء يبقى ثابت بالنسبة للاعب أشرف. يعني سان داونز خرج الفريقين معا الموسم الماضي قبل أن يخسر النهائي أمام فريق بيراميدز. هذه الكرة البينية عرضية خطيرة، والدفاع يتدخل. الكرات الثابتة مرفوعة، الكرة في القائم، الثاني بالراس، الراسية، الكرة كانت رايحة للشباك والدفاع يتدخل مرة أخرى. لقطة خطيرة جدا، ولالي كان قريب من التسجيل في تغطية دفاعية كانت ممتازة من الترجي. الكرة في وسط الميدان، زيزو، لالي أفضل، لالي مع مرورة من خلال الاستحواذ وخطورته الماضية، بينما انطلاقة هنا لزيزو. زيزو يلحق بالكرة، زيزو يعكس، زيزو وتوغاي في الإجابة أشرف بن شرقي. كرة تصل مرة أخرى، فائدة هاني يلعب ممتاز لديانغ، الكنترول يا ديانغ، والعرضية والهدف يضيع، وخطيرة والهدف. نعم، الضربة الثانية في الشباك، الكرة الثانية في الشباك. محمود تريزيجيه الكابيتان الأهلاوي يتمكن من هز الشباك الترجية 1-0. الأهلي المصري يتقدم بعد 10 دقائق على انطلاق المواجهة، والبدايات كانت عن طريق هاني من الجهة اليمنى. ديانغ في أحلى كنترول، شوف الإعادة، هاني الباس رائعة، هاني ممتاز. ديانغ العرضية، الكرة الأولى بعد الدفاع، والثانية كانت في الشباك عن طريق اللاعب تريزيجيه. شوف الإعادة، بن سعيد هنا يبعد، والمتابعة هنا بلمحة بنظرة اقتنص، خطف تريزيجيه في الشباك. هدف مبكر في المباراة، الطويلة إلى الأمام اتجاه لاعب بن شرقي، وخطأ دفاعي، والثاني لا زالت صعبة. الفئة لمسة يد هنا، المطالبة بوجود ركلة جزاء. المباراة تتواصل، جلال جيد يأمر بمواصلة المباراة. يزين مع فريق الترجي،
كرة ترجع للخلف، خطأ دفاعي كاد يكلف نادي الترجي هدف آخر. انطلاقة من ديارة، الآن الهجمة المرتدة، الآن السرعة في الانطلاق والشوبير. هدف آخر، انطلاقة من ديارة، الآن الهجمة المرتدة، الآن السرعة في الانطلاق والشوبير يتصدى. بعد ذلك شوبير يتصدى. كيتا يتقدم الدولي الموريتاني، يلعب في المساحة ممتازة والدخول لمنطقة جزاء. عيني المراوغة لا زالت الترجية هنا في لقطة من كسيل بوعالية. بوعالية يخسرها، يلعب الكرة على اليسار، يوسف العمري ممتاز. أي كرة بهذا الشكل الوانتو، العرضية نعم العرضية، لكن الكرة المراوغة ممتازة من كيتا. يمشي كيتا الآن الدائرة الأيمن، العرضية وياسر يتدخل. ياسر لا زالت الخطورة والتعادل يضيع في يدينتنا. كرة ليوسف بالعمري، بالعمري يرجع لمروان. هنا التبادل مع شارف منطقة الجزاء، ولا زالت الفرصة قائمة، ولا زالت الكرة خطيرة، ولا زالت الفرصة حاضرة. وسوء تفاهم، سوء تفاهم في اللحظة الحاسمة. نعم لا زالت أهلاوية، والتسديد ممتاز البشير، ممتاز البشير بن سعيد. البشير ياتي بالخبر السعيد، بن سعيد والخبر السعيد. النتيجة تبقى 1-0 هنا في جدار ترجي، وهنا في تصدي ممتاز بعد ارتباك آخر وخطأ دفاعي آخر. التسديدة من زيزو والبشير بن سعيد يتصدى. لقطة صعبة جدا هنا في كورة الهدف الثاني، يضيع زيزو. هذه مرة. إذا الركنية ترفع الكرة بالراس، البشير بن سعيد مرة أخرى. حكم يصفر خطأ لفائدة فريق على الطرف الأيسر، لا ليستحوذ ولا ليبادر ولا ليقترب من منطقة الجزاء أمام دفاع واضح متأخر لفريق الترجي. كرة للأمام، هنا الباس خطيرة جدا، بالكعب تتحضر، بالكعب يا بن شرقي، والكرة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى ممتاز. الثنائي الذهبي الكارتي وبن شرقي. هذه الكرة للأمام، هنا رجع محمد هاني للخلف مباشرة. هالي هو صاحب الأفضلية كأداء وأيضا كنتيجة حتى الآن. هذه الكرة للأمام، التحضير بن شرقي، البينية ممتازة، العرضية كان في الركنية مرفوعة الرأسية على مستوى القائمة الأولى. تسديدة، روعة التصدي من البشير بن سعيد، روعة التصدي من البشير بن سعيد في التسديد من خارج منطقة الجزاء. هذه كرة أهلاوية، البحث عن الهدف الثاني، البحث عن الثاني. بن سعيد يتصدى مرة أخرى، بن سعيد يتعملق مرة أخرى، بن سعيد يحرم الأهلي من هدف ثاني. هنا نقطة الضوء نعم الكبيرة جدا في تشكيلة الترجي. الحارس البشير بن سعيد يواصل تألقه في هذه المواجهة. شوف هنا قوة التسديدة الماضية، شوف تموضع بن سعيد رغم أنه كان متقدم بعض الشيء، ولكن يطير ويتصدى لهذه الكرة ما أصابها. شوف الإعادة مرة أخرى، تريزيجي كان قريب. ممتاز يا تريزيجي، رغم الرقابة المفروضة على تريزيجي، هنا راوغ ثم هيأ لنفسه، سدد بقوة. البشير بن سعيد نعم يتصدى من جديد. أنا أسطر على اسم أليو ديانغ لأنه هو المفتاح، هو لاعب وسط الميدان اللي يعمل الربط ويساند ويهاجم. شوف ديانغ نموذج، كان مخرج المباراة سامعني يتكلم عن ديانغ وإسهامات ديانغ وحلول ديانغ. هان يعطي باس ديانغ في الاستلام، ثم بعد ذلك العرضية، ارتباك في الدفاع، وبعد ذلك تريزيجي يكمل نحو الشباك، وكان قريب جدا من الهدف الثاني لولا البشير بن سعيد الذي واصل تألقه في المواجهة. يلعب زيزو، زيزو في الاستلام، زيزو هل يفتح اللعب على اليمين؟ لا، يفضل بن شرقي من جديد، بن شرقي العرضية وتدخل جلاسي ممتاز. 20 من الشهر الحالي هناك في بوينوس ايرس مع منتخب الأرجنتين. الكرة والتحول السريع الآن، والهجمة أهلاوية في التمريرة لبن شرقي. أشرف بن شرقي الآن في منطقة الجزاء، يعطي تمريرة وتريزيجي
وبن سعيد يتألق من جديد. بن سعيد يتألق من جديد في كرة الهدف الثاني، في كرة الهدف الثاني. تريزيجيه أكثر من أضاع الفرص. القائد محمود تريزيجيه في هدية قادمة من بن شرقي. شوف أعطاه تمرير الكنترول والتسديد، لكن يواصل التألق السوبر بشير بن سعيد، السوبر حارس المرمى البشير بميزات عالية في الآلي. كان ممكن السكور يكون أكبر. 1-2 ممتازة جدا وخطيرة. ليوديان في التحرك، هذه كرة وصلت الجهة اليسرى الآن. بن شرقي يلعب على تريزيجيه في منطقة الجزاء. تريزيجيه وبن شرقي، بن شرقي والدفاع بصعوبة، الدفاع بصعوبة يخرج الكرة. اكثر وقت ممكن تضيع منه. هنا الزياده العدديه وهنا الانطلاقه. وزيزو، زيزو هاني وحده في اليمين. هاني استلم الكره، هاني والعرضيه بعيده يا هاني، بعيده يا هاني، بعيد في منتصف الميدان. وصلت الى بن شرقي، بن شرقي يمرر. زيزو يلحق بها، زيزو العرضيه الى اول ركنيه. نعم اول ركنيه اهلاويه مع البدايه بتحركات زيزو، لكن عينك على تمريره بن شرقي. زيزو يرفع، لكن التغطيه كانت حاضره من جلاس. جلاسي رغم المعاناه من الاصابه من رفيق توغاي. تلعب الركنيه مرفوعه في القائمه الثاني البشير. لكن المنافسه ستكون شرسه في قادم الادوار بكل تاكيد. هذه كره العرضيه، التغطيه الدفاعيه لا زالت اهلاويه. غير معقول. كرة الهدف الثاني تضيع، كرة الهدف الثاني عن طريق إمام عاشور. هذه الإعادة مرة أخرى. الكرة التي شكلت خطورة التصدي الأول عن طريق البشير بن سعيد على الطاير إمام عاشور، على الطاير إمام عاشور كما جاءت هنا باليمنى، لكن تمر عالية على مرمى الحارس البشير بن سعيد. فرصة أخرى تريك ناحية الأبو كبيلو، تمشي من جديد تقى. هنا واصل الكرة لبوعاليا، بوعاليا 1-على-1. بوعاليا يرفع الكرة، لا زالت للترجي. الترجي يرد بهذه الطريقة مشاهدينا الكرام، الترجي يرد بهذه الطريقة. التسديدة من دانو، هذه أول تسديدة لدانو، أول تسديدة لدانو. شوف الإعادة، إبعاد كان ممتاز لمدافع نادي الأهلي ودانو. في توصل لإبراهيم كيتا، إبراهيم لدانو، دانو يتقدم، دانو يدخل، دانو لا زالت للترجي. نعم أول اختبار لشوبير، لا زالت للفريق التونسي. الآن بن حميدة يمر، بن حميدة العرضية، ولكن إلى أين يا بن حميدة؟ كان هناك تغطية دفاعية بكل هدوء وبكل سهولة. الترجي والرد يأتي سريعا، بينما الانطلاقة هنا لزيزو 1-على-1. هل يمر زيزو؟ 1 هل يمر زيزو توغاي يتدخل. نبقى مع فريق الهلالي. هل تأتي التسديدة البينية ممتازة؟ وتريزيجيه غطى عليه هنا بن سعيد. وفي راية نعم، راية مرفوعة. الترجي إذا كان قريب من إدراك هدف التعادل لولا براعة الحارس مصطفى شوبير. وهنا يأتي رد الأهلاوية من خلال كرة لم يكن متسللا فيها اللاعب تريزيجيه. ديانج عنده تريزيجيه، استلمها تريزيجيه. ما هو الحل؟ هنا يمشي كرة لإمام عاشور، إمام داخل منطقة جزاء أهلاوية. هل يأتي الثاني؟ التسديدة والحكم يصفر خطأ قبل ذلك لفائدة الترجي. الحكم يصفر خطأ في نهاية المطاف. هنا الإعادة هذه مرة أخرى. الكرة الماضية نعم هنا اللحظة اللي صفى. وصلنا ل 65 دقيقة وحتى 70 دقيقة ممكن يغير المدرب، لأن عنده قناعة بأن هذه المجموعة قادرة أن تسجل أهداف أخرى. عنده قناعة بأن بن شرقي يخرج له توغاي. راجعت لفائدة الترجي. دانو هذه خطيرة لساس، يمشي ساس ودانو. الترجي يعود، الترجي يسجل. لم كشخة تفعلها. الترجي فريق الدم والدابة، قذيفة قوية لم تترك أي
1 لحارس المرمى مصطفى شوبير. هذا هو الترجي في التحديات الكبرى حاضر، في المواعيد الكبرى حاضر. هذه اللقطة، هذه الإعادة، الباس لساس، الباس لساس، دانو يا دانو يا دانو يسجل الجول. 1-1 في المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى، اللقطة كان فيها الخطورة، والكرة في الزاوية البعيدة يا شوبير، الكرة في الزاوية البعيدة هات من الشباك. الترجي في الشوط الثاني يفعل دانو. المعطيات تتغير في هذا الشوط مع الترجي. وفلالي سيدخل طبعا الشحات، وسيدخل نعم حسين شحات حاضر. والقادمة الترجي مع ساس يا ساس، والهدف يضيع. الهدف كان قريب، لا زالت للترجي، والخول تضيع على الترجي في لحظة ارتبك فيها الدفاع علالي، والارتباك يتواصل، والساس يطلب على اليمين. هذه لا زالت للترجي، الباس في العمق، هذه خطيرة، ركلة جزاء. نعم ركلة جزاء للكشخة في هذه اللحظات، ركلة جزاء للترجي. فريق الدم والداب، أي سمات وأي جرأة وأي شجاعة وأي أداء يقدم الفريق التونسي. قلت وفي أصعب المواقف رجالات الترجي حاضرون، هنا يدافعون عن حظوظ الوصول إلى نصف النهائي. الإعادة مرة أخرى، جلال جيد المغربي يقر بركلة جزاء بعد إسقاط حسام تقا. الإشارة الآن، توغاي يتقدم الآن، توغاي والثاني. هذا هو الترجي، هذا هو المتحدي. الترجي وراية التحدي هنا في استاد القاهرة. الترجي بهذه الأسماء، الترجي بالعزيمة والإصرار، الترجي والريمونتادا، الترجي يقلب الطاولة في هذه اللحظات. أي ترجي في الشوط الثاني، هنا بالجرينتا، هنا بالإصرار، هنا بالعزيمة، هنا بالفاعلية. يحضر الترجي بالانتصار حتى الآن، دون الانتصار في رادس. وهنا تريزيجي مباشرة لمروان عطية، مروان التحضير بشكل ممتاز، شحات جمهور وأنتم تسمعون لأصدائها في محيط الملعب. ربما نعم أقول ربما هي جماهير الترجي خارج الأساطير. نتكلم عن الألقاب، نتكلم عن النجوم، نتكلم كذلك عن الشعبية الجارفة، يعني كما الأهلي سيد القارة، كما صار يجد صعوبة في الوصول الآن. هذه كرة وصلت على الجهة اليمنى، بن شرقي يرفع في القائمة الثانية، مكسب كبير لنادي الترجي. هذا الحارس البشير بن سعيد، وصلت لي زيزو مرة أخرى، زيزو يراوغ، زيزو على الكل. أتكلم عن الترجين، شكرا بن سعيد، على لياوت. مروان يسجل، مروان يعدل، مروان نعم في الوضعية المناسبة يعدل النتيجة لفائدة نادي الترجي أو لفائدة الأهلي. علالي لا يستسلم، علالي لا زال يحاول. مروان البديل هنا، مروان بارتقاء يتفوق على المدافعين. هنا الدفاع يتحمل. زيزو توصل على اليمين، السلام على طول، مرفوع الكرة، البشير بن سعيد، الباشا وصلت على الجهة اليسرى. هنا ترفع داخل منطقة جزاء، هجمة الترجي، محاولة فيها دخول إدارة فريق الأهلي. بن شرقي يلعب الكرة على اليمين، بن شرقي لتريزيجي مرة أمام الجميع، بعيدة وقوية بعمل كبير. جلاسي رغم المعاناة في الآونة الأخيرة، لكن إصرار غير عادي من حمزة الجلاسي اللي يقوم بدور دفاعي. هذه كرة من بن عمري الراسية، وخروج حارس المرمى بعد ذلك البشير. دفاع ديال الكرة الآن مقوصة بالراس، لا زالت هي الترجي من يتابع التسديدة. استعداد الآن، يرفع كرة مقوصة بالراس، لا زالت خطيرة، والجول. سجل يا تاريخ. هنا الترجي بكبريائه، بتألقه،
عزيمته يسجل ثالث الأهداف. الانتصار يا الترجي، الانتصار هنا في استاد القاهرة، الانتصار أمام عملاق القارة، وأنت من العمالقة يا الترجي. هذا هو الجلاصي رغم المعاناة، ولكن من رحم المعاناة الجلاصي عاد من بعيد. الجلاصي قال أنا هنا.